سمعت من فود بلوجر مشهور انا متابعاه وبحبه شخصيا ان هولمز بيعمل احلى سماش برجر اللي هو التشيزي مشروم اكله في حياته. فانا قررت اجيبه اجربه واشوف اذا كان فعلا احلى سماش برجر ويستاهل ولا دي مبالغه شويه. ف النهارده جبت من هولمز التشيزي مشروم سماش، وجبته دبل طبعا عشان السماش لازم يبقى تاكل دبل او تريبل عشان تحس بطعمه. انا بفضله دبل، التريبل بحسه اوفر شويه برضو. وجبت معاه بطاطس بالجبنه، وهم بصراحه عاملين حركه حلوه، جايبين الجبنه لوحدها علشان ما تطريش البطاطس اكتر ما هي هتيجي طريه اصلا. تعالوا نفتح الاول اهم حاجه الساندوتش، ويا رب يا رب يا رب يطلع حلو لان انا اصلا بحب المشروم قوي، فلو ده طلع حلو هيبقى المفضل عندي. اوه بصوا يا جماعه المنظر، العيش طازه جدا. بصوا بصوا المشروم، في كميه مشروم كويسه، في خيار مخلل، والطبقتين البرجر، وفي في النص كمان بين الطبقات جبنه، وتحت بقى الطماطم والخس والحاجات دي. انا عاجبني شكله قوي، عاجبني شكله مشهي جدا، يا رب يطلع طعمه زي شكله. تعالوا ندوق مع بعض. يلا بسم الله. حلوه قوي يا جماعه، اللحمه جودتها حلوه قوي، والصوص الكريمي ده حلو قوي، المشروم كمان. لا بصراحه يستاهل، حلو وعجبني. تعالوا نشوف بقى الجبنه، بطاطس بالجبنه، بطاطس كرينكل. تعالوا ندوقها الاول. طريت طبعا شويه بس حلوه. تعالوا ندوقها بالجبنه، صوص الجبنه. صوص الجبنه كمان حلو قوي، مش طعمه صناعي كده، لا طعمه حلو. البطاطس حلوه اللي بالجبنه، طبعا لو هناك في المطعم هتبقى احلى كتير. ده كمان مع ان هو بصراحه جاي سخن، وده هيبقى من المفضل عندي بعد كده. في بصل مكرمل كمان. هقفل معاكم بقى واروح اكمله. يلا باي.